يا ترى لو فريزا خصوصا بتحول البلاك فريزا واجه جيرين مين يفوز؟ في ناس متسرعة هتقول لك جيرين اقوى، وناس تانية متسرعة برضو هتقول لك لا فريزا الاقوى، وانا ما قلتلكش لسه مين الاقوى، فهتضطر تشوف الفيديو للاخر عشان تعرف. مين بقى الاقوى؟ جيرين ولا بلاك فريزا؟ ولو هو اقوى فهو اقوى ليه؟ وكالعادة هيبقى الشخصية اللي بنحدد عليها مقدار قوة كل واحد هو جوكو، ولما واجه كل واحد فيهم وصل لايه معاهم. لو بصينا من ناحيه جيرين، فجيرين جوكو جرب قدامه كل تحولاته تقريبا، وجيرين داس عليهم كلهم من اول السوبر ساين العادي لحد السوبر ساين الازرق. ومش كده وبس، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده، والسوبر ساين الازرق كمان بالكايوكن 20 ضعف، وحرفيا مفيش مقارنه بينه وبين جيرين. جيرين داس على وش جوكو بكل الطرق الممكنه والغير ممكنه لحد ما جوكو قرر يستعمل الجينكي داما، وهنا كل حاجة اتغيرت. جيرين قدر يصدها ويردها على جوكو، ومن هنا ظهر لنا تحول من أعظم تحولات عالم الانمي، الغريزة الفائقة، او عشان الدقة خلينا نقول العلامة للغريزة الفائقة. وهنا بدأ جوكو يعمل حبة مفاجآت، بس برضو المستوى كان غير كافي، لكن خلى في تكافؤ شوية. وبعدين يجي دور الغريزة الفائقة بقى، وهنا الكفة مالت لصالح جوكو، ومالت لصالح جوكو بشكل كبير جدا. لولا ان وقت التحمل بتاعه للغريزة خلص، كان خلص على جيرين، وده بالنسبة لجيرين يقدر يجاري قوة العلامة للغريزة الفائقة وبكل سهولة كمان، بل كمان يقدر يتفوق عليها بصباع رجله. اما لو رحنا لقوة الغريزة الفائقة بكامل قوتها فما فيش مقارنة، طبعا جوكو هيدوس عليه. اما بالنسبة بقى للمستر بلاك فريزا، فاكيد مش محتاج اقولك انه قدر على الغريزة الفائقة بكامل قوتها وعلى الغرور الفائق، الاتنين مع بعض في نفس الوقت وبضربة واحدة بس، اللي حرفيا جيرين قعد قدام واحدة بس فيهم ارك كامل. وعشان نفهم قوتهم اكتر، عندك مثلا جاز، او زي ما اغلب الناس اللي بتتابعني بيسموه غاز، اصغر واحد في الهيترز لكن اكترهم قوة. برضو جوكو وفيجيتا كانوا بيعانوا قدامه، جه الاستاذ فريزا بحركة واحدة بس عدى ايده من جواه وخلص عليه. شوف بقى جوكو وفيجيتا وجرانولا كمان عانوا قدام جاز قد ايه، وجرانولا قوته لا يستهان بيها برضه. وجاز او غاز اللي فريزا خلص عليه بضربة واحدة بس، ده واحد حرفيا اقوى 3 في الكون تقريبا ما كانوش قادرين عليه. جه فريزا بتحوله الجديد، تحول البلاك فريزا محى من الوجود بحركة واحدة بس. ومع كده في ناس لسه بتقارن بين جيرين وبلاك فريزا، ومقارنة زي دي ظلمة لبلاك فريزا بصراحة، لان بلاك فريزا في مستوى تاني خالص من القوة، في مكان كده لوحده بعيد. لو عايز تقارنه ممكن تقارنه بحكام الدمار، بالمساعدين. واصلا هدف فريزا من ساعة ما كان في بطولة الاكوان انه يخلي حكام الدمار والمساعدين وزينو سما بنفسه زي الخاتم في صباعه، فاكيد هو دلوقتي في مستوى من القوة مساوي ليهم على الاقل، ده اصلا لو ما كانش اتغلب على حكام الدمار كمان. انت بقى ايه رأيك في الكلام ده؟ قول لي في الكومنتات، وما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل الجرس. ولو بتحب فيديوهات مقدار قوة الشخصيات، عندي سلسلة كاملة على القناة على الموضوع ده. عملت مقدار قوة هيت لان ناس كتير طلبته، ومقدار قوة بيروس، ومقدار قوة مورو، ومقدار قوة بلاك فريزا نفسه، فيديو كامل عنه لوحده، ومقدار قوة شخصيات كتير بقى. تقدر تروح تشوفهم كلهم وتستمتع وتقول لي رأيك طبعا. وبس كده الفيديو يكون خلص. سلام.